السلام عليكم ورحمة الله. معكم رايدر فور البيست. طبعا مثل ما وعدتكم راح نوصل على أهم تعديلات على دبابك. أول شيء تكلمت عنه في الجزء الأول اللي هو الفليم سلايدر، وراح يتركبون كذي. عقب ما نركب راح أخذ فيه فرة، يعني براويكم من كل الجهات، لأنه هو بيحمي لك البادي، بيحمي لك الراديتر. فخلونا نركب وبراويكم. طبعا اول شيء راح نبطله اللي هو ذيله، اللي هو البراغي مثل ما نقول بالعربي. طبعا البراغي اذا اول مرة بتبطلهم راح يكونون يابسين، فانا استعمل ذي الطريقة. تاخذ لك سكرو سبانر وتحطها مني، راح يتبطل معاك بسرعة. انا طبعا بطلتهم من قبل. طبعا ما راح او ما راح اضغط عليه، في النهاية راح اضغط. وثاني شيء اللي راح اركبه في الجهة الامامية، طبعا لازم يكون واشر من داخل وواشر من ورا، بس ننزل جاي القطعة شوي متينة تكون واشر وسبيسر. طبعا نسيت شيء اللي هو في الثريد لوك. طبعا اخر خطوة اذا ركبنا السبيسرز، في ذي المادة اسمها ثريد لوك. فايدتها ان وقت الهزة على الدباب ما راح يخلي السكرو يصير لوز، فراح نحط كمية بسيطة. طبعا في النهاية اذا تضغط على زيادة، راح استعمل ذي الطريقة حق انه اثبته اقوى. كفاية. طبعا ما راح اضغط عليه بقوة، لانه اوريدي بذي الطريقة تضغط قوة. كفاية. واخر شيء راح نثبت ذيله. يا سلام.
وحن الجهة الثانية بتكون نفس الطريقة بالضبط. طبعا دام نفس الطريقة ما راح أعيد نفس الشيء، ما راح أصور وأنا أعيد. وبعد من أهم التعديلات عندك اللي هو الريم ستيكرز، ثبتهم على حافة الرنج مال الدبوب. طبعا بركب جزء واحد في التصوير، والباقي راح أصورهم بسرعة. وكنت قاعد أدور في قسم السيارات، لقيت ذيلا عجبني شكلهم، يعني نفس لون الدبوب، قلت بشتريهم. يعني بما أنه يزيدون حوالي 5 حصنة. الستوك وهاي الجديد. والحين دور الستيكر. فشنو راح اسوي؟ اول خطوة قبل لا الصقه راح انظف تنظيف عادي. عقب ما انظف شنو راح اسوي؟ في مادة اسمها رابنج الكحول، اللي هو معقم، يعني يكون في نسبة كحول. شنو فائدة الكحول حق ذي الشغلة؟ استعمل الكحول حق اذا كان في طبعا زيت يكون عندي يوم من الجنزير من وسخ البريك، انه شلون حق كل ذي بالرابنج الكحول بشيل كل شيء، انه بيخلي لو زيت ولا شيء، يعني ما بيكون دهن، ما بيكون في اي نسبة دهن. اذا كان في نسبة دهن الستيكر عقب فترة راح تطيح، فبدي الحركة راح اطول عمر الستيكر. راح احط كمية بسيطة وانظف. عقب ما اخلص راح امسح وبطل واحد من الستيكر. طبعا اذا راح تشتري الستيكر لازم تعرف مقاس الرنج مالك، اللي هو انا 17. طبعا انا استعمل ذي الطريقة اللي هي احسن طريقة. قبل لا تلصق بطل جزء بسيط بس، نذر بس ذي المسافة، حق انه تضبط المسافة بين الرنج والستيكر. طبعا راح اثبت من العكس حق ان النهاية يلصق دايركت. طبعا راح نكرر الحركة، بس ما راح اصور باقي الاجزاء،
اذا خلص كل الشغل راح اصور لكم، بخلص وراجع لكم. طبعا الحين خلصت كل شيء. امس ما مدوني اصور لان خلصت متأخر، فقلت يوم ثاني بصور. حق الامام لصقته كان في واحد منهم ناقص فسويته 3، فما ادري اذا الشكل حلو ولا لا. حق ورا لصقته كامل مثل ما تشوفون. والحماية طبعا حطيت ركبت الجهة اليسار واليمين، فكذا يكون شكل البايك انه طالعين على برا. طبعا من هنا منتهي الفلوق. اذا عجبك الفيديو عطنا لايك وسبسكرايب، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة.